لاعب الدوري الليبي الممتاز. ركنيه لصالح فريق النصر الان، وفرصه لصالح فريق النصر وهدف. هدف لصالح فريق النصر، هدف لصالح فريق النصر. دراسيه استطاع فريق النصر يتبع التسجيل. والراسيه زياد هناك بيتر الان بشكل ممتاز. بيتر تحت جدولنا ينطلق من هناك بيتر الفرديات يلعب كورته بشكل ممتاز. وهدف ثاني، هدف ثاني لصالح فريق النصر، هدف ثاني لصالح فريق النصر براسيه ثانيه. ينجح اللاعب بوزيد داداش براسيه ثانيه بعد مجهود فردي ممتاز للنيجيري بيتر بوزيد داداش. وقت متاخر في زمن الشوط الاول. هذه محاوله ممتازه لصالح فريق النصر عن طريق النيجيري بيتر يمر بشكل ممتاز المره الاولى، حافظ على الكورة. بيتر هدف ثالث، هدف ثالث نيجيري هذه المره، هدف ثالث نيجيري هذه المره بالنسبه لفريق النصر بعد الثنائيه الجزائريه لفريق النصر بهذه الطريقه. شوفوا التمريره كانت جزائريه بشكل ممتاز جدا، اسيست ولا اروع من جانب دادش، وايضا مجهود بشكل ممتاز من بيتر بشكل ممتاز وبثقه. رقم مميز من الاسيستات الموسم الماضي. السيف على هذا العظم مع النصر، ويا ولد يا ولد يا عباني، راسيه نصراويه بالدقيقه 32 أفضلت هدفيه كانت مثاليه يا عيني عليك. لعب حرويده ترجع الكره من جديد وهي تسلل لخالد مجدي. خالد مجدي تسديده قويه والهدف الاول، الهدف الاول عن طريق اللاعب بوزيد داداش يمنح فريق النصر الاسبقيه بهدف مقابل لا شيء بعد تهديد مرمى فريق التحدي. لم يمهل فريق النصر فريق التحدي كثيرا الا وهز بوزيد داداش. شوف الكره بينيه كانت ملعوبه بشكل ولا اروع، وخالد مجدي ما زال مصر على الكره باللمسه الواحده، وفي هذه المره ينجح. لا زال ينتظر رفقاء وزملاء، يريد المسانده، يرجع بالكره للخلف في وسط الميدان، يوصلها عند خالد مجدي. خالد يلعب العرضيه لكن لم تكتمل الكره، ترجع لمصلحه اللاعب بوزيد. جينو بيتر قوي من جينو، هدف اول لمصلحه النصر، جول لمصلحة النصر. أولى فصول حكاية قمة الكبار يكتبها بيتر بعنوان أسبقية أفضلية لفريق النصر. إذا أولى أهداف فريق النصر مشاهدينا ومتابعينا الكرام أسبقية وأفضلية لمصلحة فريق النصر. شوفوا التسديدة قوية النصر يحل ضيف هنا على أرضية ملعب صلاح سالم في مدينة شحات في مواجهة صرحة بالأرض فريق الصداقة. والبداية على طول الكرة نصراوية عند ميمون يحط الأوفر على طول، وهو الراسية وهو الأهداف. بداية من نار، بداية من نار، لا جس نبض ولا انتظار. نصف دقيقة بالتمام والكمال، عن تغيير النتيجة وعن تغيير لوحة الأهداف بهدف من فريق الضيف. على يمين عبد الرحيم زقروفة، الكوتش يلعب على القائم الثاني، الرصاصية وجينو بيتر هدف التعادل، هدف التعادل. جينو بيتر اليوم يرد عليا ويقول لي النيجيري ملعب صلاح سالم بمدينة شحات. هذه أرضية الكوت وهذه الراسية ووصلت النيجيري. وهذا الثالث، رفقة دفاعية للفريق الأصفر لصاحب الأرض، والهدف الثالث يأتي. كرة مستهدفة هذه الكرة تقدم وجهة عبد المنشا يصارع على ذات في مشاركة لهدف العكسي. مهدي في تنفيذ الركنية، المهدي يلعب الكرة في منطقة هذا فريق الهلال ملعوبة، تأتي الكرة من فرصة فريق النصر، فرصة والتعادل.
هدف التعادل لفريق النصر عن طريق اللاعب صلاح الدين فكرون. إذا المدافع صلاح الدين فكرون يحرز هدف التعادل لصالح فريق النصر. النصر لم يمهل فريق الهلال كثيرا حتى سجل الهدف التعادل. إذا هدف التعديل عن طريق اللاعب صلاح الدين فكرون. شوف الكرة مرت من دداش وفكرون بوم في الجول.